السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة، بس للأسف أنا ما قدرتش إن أنا أصور عشان خاطر أنا كنت واقف مع الدراسة. كنت أنا اللي بلقم الدراسة وكان معايا واحد بيناولني. طبعا احنا درسنا هنا اهوت، ده التبن البرسيم الحجازي اهو. تمام، ده كله تبن. ده هيتلم في شكاير زي كده اهو. نلمنا شوية، ده هيتلم في شكاير زي كده بقى ونرميه للغنم. طبعا هو كان محطوط هنا جنب السور بتاع الأوضة اللي لسه ما كملتش دي. تمام. بقالي طبعا شهرين اتنين عشان خاطر دراسة تجيلي، لأن الكمية مش كبيرة. فبصراحة اللي هيجي قال لي يعني هي ده نص ساعة شغل بس، فكنت هديله 100 جنيه، ده ما يجيش حق المشوار. فأنا قلت له يعني اعتبرهم ساعتين ونص، يعني كأنك اشتغلت ساعتين ونص، يعني هديك 500 جنيه الساعتين في الدراسة، الساعة ب 200 جنيه. فاتفقنا اتفاق وخليته يجي. قعد هو حوالي ساعة ل 10 دقايق أو ساعة إلا ربع. طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا أنا شلت وخدت دش كده بسم الله ما شاء الله يا جماعة. ده المحصول. أنا لسه ما وزنتش، عندي الميزان هوزن إن شاء الله. بس بسم الله ما شاء الله، رغم ان انا ما كنتش مهتم كويس، فبس ربنا رضاني الحمد لله. طبعا يا جماعه، لو تعرفوا دلوقتي البرسيم الحجازي الكيلو ب 100 وب 110 والكلام ده. طبعا طلع برسيم نضيف جدا. انا طبعا لسه هجيب غربال واعمله، بس حبايه اورجانيك والله من غير كيماوي. يعني انا ولا رشيته ولا حطيت له اي كيماويات، بس الحبايه زي ما حضراتكم شايفين. حبايه ممتازه. مش عارف الصوره مالها. على العموم ان شاء الله ده المقطع ده يكون تكمله للمقطع بتاع البرسيم الحجازي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.